أيام مجيدة تحفل بأسمى المعاني عندما التقى القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبنائه الضباط والجنود. ونبدأ المسيرة مع القائد الأعلى للقوات المسلحة من السويس مع أبناء الجيش الثالث الذين خاضوا أعنف المعارك وأكثرها ضراوة ضد قوات العدو لمدة ساعة كاملة وفي عربة مكشوفة وبجواره المشير أحمد إسماعيل علي. طاف القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات بين قلاع من البشر وقلاع من الصلب. بسم الله. أبنائي من الضباط والجنود، أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم في مثل هذا اليوم وتحت أعلام النصر. ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم 5 يونيو ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. يأتي 5 يونيو ونحن نجعل منه عيدا لصمودنا وعيدا لأداء جيشنا وقواتنا المسلحة. ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد، لن تنتهي المهمة إلا بخروج آخر جندي أجنبي من على أرضنا الطاهرة ومن الأرض العربية كلها. أبناء الجنود والضباط، ليت مصر كلها معي اليوم لتراكم. ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. لا هزيمة بعد اليوم ولا تراجع بعد اليوم،
وإنما إلى الأمام وإلى الأمام. ولم يعد تاريخ يونيو حزينا كما كان من قبل، وإنما بعملكم أصبح تاريخ يونيو عيدا للجيش الثالث، وعيدا للجيش الثاني، وعيدا لقواتنا المسلحة.